النرجسي وشهر رمضان والخصام والنكد طول الشهر والغضب اللي من غير سبب وغير مبرر. يلا بينا نشوف الأسباب ونشوف كمان الحلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا كلها؟ كل سنة وانتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم يا رب وعلى كل اللي بتحبوهم، وربنا يديكم الصحة وراحة البال والرضا وكل الخير يا رب. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الفيديو اللي أنا قُلت لكم عليه، ويالّا بينا قبل أي حاجة نعرف إيه الأسباب اللي بتخلّي الغضب و النكد اللي من غير سبب وكل الحاجات دي على أتفه الأسباب. يالّا بينا نعرف سببها الأول إيه. هو الحقيقة ده بيبقى غضب حقيقي، يعني مش بيبقى تمثيل زي ما هو بيعمل دايمًا أو هو زي ما بيعرف يمثل، ده بيبقى غضب حقيقي. طب الغضب ده سببه إيه؟ طبعًا علشان هُم ما عندهمش مشاعر ومش بيحسّوا زينا كده بأي فرحة لقدوم رمضان. يعني إحنا طبعًا قبل رمضان كده بفترة بتحسّوا إنه بشاير رمضان هلِّت وريحة رمضان الجميلة هلِّت طبعًا من أبواب الجنة اللي بتتفتح. بنبقى فرحانين أوي إن رمضان داخل علينا، طبعًا هنكثّف بقى العبادات، هنصلّي كتير وهنقرا قرآن كتير وهنعمل كل حاجة جميلة في الشهر ده، علشان طبعًا ربنا يعني لو إحنا مقصّرين في حق ربنا طول السنة بنيجي في الشهر ده وبنكثّف بقى كل حاجة، بتبقى عبادات كده خالصة لوجه الله، وبنبعد عن كل حاجة في الدنيا علشان نزوّد يعني حسناتنا وبنزوّد رصيدنا عند ربنا. فطبعًا هُم مش بيحسّوا بأي مشاعر أنت بتحكيها أو أنتِ بتحكيها، مش بيبقوا مبسوطين زينا خالص. هُم بيبقى رمضان بالنسبة لهم ده فرض وإجبار وحاجات كده لازم يعملوها، وهُم مش بيحبّوا طبعًا الأوامر ومش بيحبّوا حد يقول لهم اعملوا أو سووا أو يجبرهم على حاجة. الأحاسيس مش بيحسّوا بأي حاجة، مش بيحبّوا يتقيّدوا بأي حاجة، وبيحبّوا يعملوا كل حاجة ممتعة بالنسبة لهم هم، حتى طبعًا لو كانت حرام ولو كان ربنا هيزعل منها مش مشكلة خالص، لإن هم ما عندهمش أصلًا ضمير وبيعملوا ممكن يعملوها وما حدّش يعرفها خالص ولا حد يحس بيها أبدًا. وطبعًا هم مش بيحبّوا يبقوا مغصوبين على أي حاجة، زي طبعًا شهر رمضان هيصوموا، هيمتنعوا عن الأكل والشرب، وطبعًا أغلبيتهم بيشربوا سجاير، ممكن يشربوا حاجات أكتر من كده. فطبعًا بالنسبة لهم الحاجات دي هتبقى يعني هيمتنعوا عنها، فده هيبقى إجبار وهيبقى شهر هم بيمتنعوا عن الحاجات دي، فبيبقوا حاسين بالأذى، مش مبسوطين خالص زي بقية الناس. إن هم مثلًا هيكثّفوا العبادات ولا حاجة، لأ هو بيبقى بالنسبة لهم دي حاجات أوامر كده وحاجات بيبقوا مغصوبين عليها إن هم يعملوها وفرض وتقييد عليهم. وبيبقوا طبعًا مش حابين كده خالص. تاني حاجة بقى هم بيشوفوا طبعًا الفرحة في عينيكم، بتعلّقوا الزينة، مبسوطين بقى لاستعدادات رمضان. آآ يعني الحاجات اللي بتبقى قبل رمضان دي بتبقى ليها استعدادات كده وفرحة جميلة أوي. هم طبعًا بيشوفوا الفرحة دي في عينيكم، فطبعًا هم بالتأكيد يعني مش بيحبّوا أي حد فرحان، مش بيحبّوا أي حد مبسوط، وطبعًا هم متضايقين جدًا ومتغاظين، فده حاجة هتبقى بتضايقهم أكتر، وممكن يعملوا أي رَد فعل كده من غير أي سبب وأنتم مش فاهمين ليه، لإن هم مش عارفين يحسّوا الإحساس دوّة ومش فاهمين أنتم بتعملوا كده ليه، ولا مبسوطين كده إزاي. يعني زي ما يكون أنتم كائنات كده غريبة، هم مش عارفين يفسّروا الإحساس بتاعكم ده أنتم حاسينه إزاي، ولا فرحانين ليه. فطبعًا ده حاجة بتضايقهم جدًا، لإن إحنا طبعًا كلّنا عارفين إن هم ما عندهمش مشاعر ولا أحاسيس ولا بينبسطوا ولا بيفرحوا ولا أي حاجة، هم بس بيعرفوا يزعلوا ويضايقوا الناس اللي حواليهم وخلاص. نخش بقى على تالت سبب. هم طبعًا عارفين إن هم بيعملوا مصايب كتيرة أوي وعلاقتهم بربنا يعني مش كويسة خالص، فطبعًا ده بيحسّوا إن أنتم كمان يعني داخلين بقى على طاعة وعبادات وتكثيف بقى للعبادات والحاجات الجميلة دي، فطبعًا هم بيكونوا متضايقين جدًا، لإن هم لمّا بيعملوا كده بيبقى تمثيل وبيبقى بس علشان خاطر الناس تشوفهم وتظاهر خارجي فقط. فطبعًا لمّا بيشوفوكم إن أنتم طبعًا بتعملوا الحاجات دي حُبًا في ربنا وتقرُّبًا ليه،
فطبعًا هُم بيكونوا متضايقين جدًا، وده بيخلّيهم كمان يعني كل ما يشوفِك بتصلّي وصايمة كده وبتقرّبي أوي لربنا، فده بيضايقهم كمان أكتر، وكمان هو بيحس إن أنتِ كده بتشيلي الاهتمام وبتودّيه لحد تاني، يعني بقيتِ مش مهتمة بيه أكتر ما أنتِ مهتمة بعباداتِك وصلواتِك وقراءة القرآن والحاجات الجميلة دي. طبعًا هُم بيحبّوا يكونوا محور الاهتمام، وبيحبّوا يكونوا إن أنتِ تبقي عايشة ليه هو، يعني عابدة ليه هو، تعملي له كل الحاجات اللي هو بيحبها، تشوفيه هو بينبسط من إيه وتعمليه. بس إنما إزاي بقى إن أنتِ تكوني بتعملي كده يعني عشان تتقرّبي لربنا وعشان طبعًا ربنا يحبِّك ويدخّلِك الجنة ويدخّلِك كمان درجات أعلى. فهو عارف طبعًا مكانه فين، وعارف إن هو الغِل والحقد جوّه قلبه مليان، وعارف طبعًا إن هو مكانه فين، فطبعًا ده بيغيظه جدًا، وبيبقى حاسس إنِّك أحسن منّه بكتير، وهو مش بيحب يحس بالإحساس ده، ولا بيحب يحس إن في حد أحسن منّه، ولا الكلام ده خالص. طيب نعمل إيه بقى والحلول ونتصرّف إزاي طيب عشان نعدّي الشهر دوّة بأقل الخساير؟ يعني طبعًا ما تتوقّعيش إن الدنيا تبقى معاكِ زي الفل كده على طول، يعني يعني المشاكل دي هتختفي وهتنتهي وكل ده، هي بس هتقِل أو هتعرفي أنتِ تتعايشي معاها أنتِ والولاد بقدر المستطاع طبعًا علشان نعدّي الشهر. وطبعًا والله يعني لازم الولاد يحسّوا بالأحاسيس الجميلة دي علشان ممكن بعد كده ما يحبّوش الشهر دوّة من كتر المشاكل والخناق والحاجات اللي بتحصل فيه بتبقى زيادة شوية عن الأيام الباقية. فطبعًا لازم نقلل إحنا المشاكل بقدر المستطاع. طب نعمل إيه؟ أنا هاقول لِك على شوية حاجات كده بسيطة اعمليهم، وربنا مع كل واحدة والله عايشة مع إنسان نرجسي، لإن هي الوحيدة اللي هتبقى فاهمة الكلام اللي أنا باقوله دوّة وعايشاه وحاساه، إن الشهر ده بيبقى صعب عليها وبيبقى مليان مشاكل ومليان خناقات من غير أي سبب. يالّا بينا نخش كده على كام حل وربنا معاكم، وربنا يا رب يعني يبعد عنكم أي أذى وأي شر. يعني مش لازم نبيّن فرحتنا ونقعد بقى إيه، نبيّن إن إحنا مبسوطين، وأقعد أنا والولاد نقعد بقى نقول إيه، ياه ده رمضان جاي وعايزين نعلّق الزينة والله ومبسوطين. لأ، لازم إن أنتِ تخبّي فرحتِك خالص، عايزة تتكلّمي، تتكلّمي أنتِ والولاد بعيد عنّه لو هو مش موجود طبعًا، اعملي كل الحاجات واعملي كل الحاجات اللي تبسطكم، بس طبعًا مش قدّامه. يعني خلّوها كده ما بينكم وما بين بعضيكم، واعملي كل حاجة بتبسطِك، واعملي كل الروحانيات اللي أنتِ متعوّدة عليها، وكل الحاجات الجميلة اللي أنتِ بتحبيها، اعمليها بعيد عنه وهو مش موجود. تاني حاجة لو أنتِ بتحبّي بقى تقري قرآن طبعًا، كُلّنا بنحب نقرا قرآن في رمضان وكده، لو أنتِ بتحبّي تقري قرآن وهو موجود فبلاش، يعني لو سمحتِ بلاش وهو موجود، لإن طبعًا هو مش هيسكت خالص طلبات لو هيشوفِك أنتِ ماسكة القرآن وبتقري، هيقعد طبعًا يخترع لِك في أي اختراعات عشان يقوّمِك، أي حاجة كده ممكن يعملها، ممكن يخش المطبخ وأنتِ ما بتعمليش وأنتِ قاعدة دلوقتي بتقري قرآن ومش وقته، أنتِ دلوقتي المفروض كنتِ عملتِ كذا، القرآن ليه وقت تاني. المهم يعني إن هو لازم هيعمل أي مشكلة عشان خاطر يقوّمِك من على المصحف، ويخلّيكِ إن أنتِ طبعًا دماغِك تبقى متشتتة وتروحي تعملي أي حاجة، هو طبعًا عايز يقوّمِك وخلاص، فهتلاقيه هيعمل أي حوار كده علشان خاطر يقوّمِك تشوفي أي حاجة تانية وما تقريش القرآن بتاعِك. فطبعًا أنتِ هتعملي إيه، يعني خلّي قراءة القرآن دي لو هو مش موجود أو بالليل لمّا الولاد يناموا، يعني يكون في وقت هو يكون مشغول بعيد عنِّك علشان خاطر طبعًا هو لو شافِك مش هيسيبِك تقري براحتك. طبعًا لازم هيعمل لِك أي حاجة كده علشان خاطر يقوّمِك ويبعدِك عن قراءة القرآن. طيب هو لو متعوّد بقى إن هو ييجي بعد ما يخلّص الشغل كده يدخل ينام، طبعًا أنتِ هيّئي له الدنيا كده علشان خاطر يخش ينام على طول في هدوء، أهو يعني يبعد عنِّك وما يعملش أي مشاكل، وده هيبقى راحة ليكِ وراحة للولاد لغاية طبعًا ميعاد الفطار، ويبقى كده أنتِ اتفاديتِ الجزء اللي هو بتاع الصيام ده، لإن بيبقى فيه أكتريته يعني طبعًا المشاكل، وأكتريته اللي بيبقى فيه الغضب اللي غير مبرر. فأنتِ طبعًا كده تبقى أنتِ اتفاديتِ الوقت دوّة ودخّلناه وريّحنا منه.
طيب لمّا ييجي وقت الفطار أنا أعمل له المشروب اللي بيحبه، طبعًا أقدّمه له أول حاجة، طبعًا شوية اهتمام كده علشان يحس طبعًا إن إحنا مهتمين بيه، مش كل الاهتمام راح في حتّة تانية، ما فيش مشكلة أعمل له الصنف اللي هو بيحبه، أبتدي أدّي له شوية اهتمام أهو منهم حسنات، ومنهم كده إن هو يبعد عنِّك يعني شوية. يبقى كده إحنا عملنا شوية حاجات نتفادى بيهم المشاكل، وزي ما أنا قُلت لِك يعني معلش هتعملي كده الاهتمام بزيادة طبعًا دوّة علشان نفسية الولاد، وعلشان كمان الشهر يعدّي بأقل مشاكل، يعني مش هتفتكري إن المشاكل هتروح خالص أو هيبطّلها خالص، إنما يعني هتقِل يعني علشان خاطر نفسيتِك أنتِ والولاد، وكمان حسنات بزيادة ربنا يتقبّل منِّك إن شاء الله صالح الأعمال. طيب إحنا كده لو جوّه البيت، لو أنا بقى معزومة عند حد أو حد معزوم عندي، طبعًا أول حاجة لمّا نحط الفطار، هابتدي إن أنا أهتم بيه هو أول حد، معلش يا حبيبتي ربنا يجازيكِ كل خير، طبعًا دوّة علشان الشهر يعدّي بسلام، هابتدي إن أنا أقول له اتفضل المشروب بتاعك، لو عاوز طبعًا مشروب تاني أدّي له، وطبعًا هاهتم بيه بزيادة علشان هو يوصل له الإحساس إني أنا لسه مهتمية بيه، وهو طبعًا محور اهتمامي علشان طبعًا يبعد عنِّك المشاكل شوية، وهابتدي أقول له أكلت يا حبيبي، شربت، الحاجات الجميلة ديّة، ده هيخلّي الموضوع يقِل شوية من المشاكل، وهيخلّي الدنيا تمشي معاكِ شوية، وكمان نفسية الولاد هتكون أحسن وأفضل بكتير، وهيحبّوا طبعًا رمضان، وأنتِ كمان هتبقي حاسة إن أنتِ بتقدري تتعايشي مع الموضوع شوية بشوية، لغاية ما تبتدي إنِّك تفهمي كل حاجة، وتعرفي الطريقة الصح اللي تعرفي تتعاملي بيها معاه. إن شاء الله انتظروني في حلقات كتيرة جاية، يا ريت لو أنتِ وصلتِ معايا لغاية هنا ما تنسيش طبعًا اللايك القمر بتاعِك وتعليق حلو كده جميل زيِّك، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.